السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو على أحلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني قوي يا حبايب قلبي. يلا بينا نصلي على الرسول ونكتب أكتر ذكر بتحبوه في التعليقات عشان لما غيرك يردده يتكتب في ميزان حسناتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. وعاوز أقولك كلمتين. قيام الليل بنسبة 90% هو أهم أدوات السعي لأي حاجة أنت عاوزاها. فكرة الخلوة بالليل بنفسك وكل الناس نايمين من حواليكي وانت قايمة تصلي وتدعي وتبكي بين ايدين ربنا كفيلة انها تصلح اي حاجة باظت عندك، سواء نفسيا او معنويا او حتى ماديا. قال احد السلف الصالح: اتعجب ممن له عند الله حاجة كيف ينام وقت السحر. الوقت ده بيتنزل ربنا لسماء الدنيا وبيسمع شكوتك ومناجاتك وكمان استغفارك وكمان طلباتك كلها. ادعي واتمنى من خير الدنيا والآخرة ومن خير ما سأل منه الرسول. ادعي وانت فرحان وعندك يقين، فربنا هو رب المعجزات. يكفيك ربع ساعة أو تلت ساعة فقط من الليل كله تركع فيهم لله. احفظها جيدا، سهام الليل لا تخطئ الهدف أبدا حتى وإن لم تصبه إصابة كاملة. ربنا يهدينا ويثبتنا جميعا يا رب. وبس كده. ولو لسه ما اشتركتش في القناة بدعوك تشترك وتفعل زر الجرس على إشعارات الكل عشان يوصلك مني كل جديد في قصصي وحكاياتي. ويلا بينا بسرعة نشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن ايه. في كافيه شيك جدا وعلى ترابيزة كان قاعد 4 أشخاص، بنتين وولدين. ياسمين الغزالي عندها 24 سنة، خريجة حقوق ومنتقبة، وأختها وعد عندها 22 سنة، كلية آداب ومحجبة. أما ولاد عمامهم مراد الغزالي 28 سنة، خريج صيدلة وعنده صيدلية. أما أخوه مهندس قد الدنيا وبيشتغل في شركة كبيرة. كانوا الأربعة قاعدين وباين عليهم الفرحة، ومراد اتكلم بسعادة: اخيرا وافقتوا ان احنا نيجي نتقدم رسمي لجدكم، ده انتوا طلعتوا روحنا، الله يسامحكم. ردت ياسمين بمرح: انا ماليش دعوه يا مراد، هو كله من المفتريه وعده دي، هي اللي كانت معطله الدنيا. ردت وعد بضيق: الله، كان عندي امتحانات وما كنتش عاوزه اشغل نفسي بارتباط وكلام فارغ. ادهم اتصدم: بقى كده يا وعد، ارتباطنا كلام فارغ؟ لو سمحت يا مراد كلم تيتا نجيه اقول لها تكنسل ميعاد النهارده. اه يا اخويا، اتصل انا عشان انت نت ومستخسر المكالمه، صح؟ ربنا يكون في عونك يا وعد، ده هينشف ريقك. لا نشف ريقها ايه، اطمن، انا سامح لها بلتر ميه في اليوم بحاله، يلا ان شاء الله ما عن حد حوش. واتغاظت وعد جدا: لا بقول لك ايه يا ادهم، انت تظبط نفسك معايا كده عشان انا خلقي ضيق جدا، وتعمل حسابك تقبض من هنا وتديني قبضك كله من هنا. ليه يا ماما تاخدي قبضي كله ليه؟ ماسكه عليا زله ولا حاجه، ولا بتهدديني بصور؟ ردت ياسمين بمرح: ايوه معانا صور ليك انت ومراد وانتوا اطفال، وطنط الله يرحمها ملبساكم فساتين بناتي. ايه بجد يا ياسمين؟ طب اوعي تفرجيها لحد، ويا ريت تولعي فيها خالص، انا هبقى جوزك وفي وشك يا بنتي. ورد ادهم بحيره: هو صحيح ليه تيتا نجيه وجده شرش مش عايشين مع بعض، وكنا كلنا عشنا مع بعض في نفس البيت، هما متطلقين ولا ايه؟ رد مراد بزهق: يا حيوان انت لامتى بس هفهمك، تيتا نجيه تبقى جدتنا احنا بس، امنا، وجدو شلش ده جد البنات بس، جدهم ابو امهم يعني. جدو شلش وتيتا نجيه مش متجوزين اساسا، ولما بابا وماما وعمي ومراته ماتوا الله يرحمهم في حادثه، احنا عشنا مع جدتنا وهم مع جدهم. فهمت كده ابو مخ تخين؟ والله بحاول افهم. بص، المهم ان احنا نتجوز وخلاص، بلاش تفاصيل ملهاش اي لازمه، ويلا بقى نطلب اكل، عيب البنات قاعدين بقالهم كتير. ردت وعد بقوه: عندك حق نطلب اكل، بس انت بقى اللي هتحاسب يا ادهم، مش كل مره مراد. والكل ضحك على ادهم اللي بخيل جدا واللي اتدبس، وفعلا طلبوا اكل وحاسب ادهم عشان وعد ما تزعلش. وبعد ما خلصوا وصلوا البنات ورجعوا هم على بيتهم. اما في بيت شلش جد البنات واللي كان عنده 70 سنه ولكن كان باين عليه القوة والشباب، كان قاعد هو والبنات اللي كانوا لسه راجعين من الخروجه. وياسمين قالت برجاء: جدو لو سمحت ارجوك ما تقلش في الطلبات على ولاد عمي، ها احنا بنشتري رجاله ودول مش غرب. ردت وعد بعصبيه: ايه ما يتقلش دي، يجوزنا بلاش يعني ولا ايه؟ ليه يا اختي، هو احنا بايرين؟ دول لازم يدفعوا دم قلبهم فينا. قعدوا البنات واخدوا نفسهم وخلعوا الحجاب والنقاب. ورد شلش بطريقه: انت بالذات يا اللي اسمك وعد، اللي هيتجوزك هدفعه فلوس وهمضيه على اقرار، ممنوع الترجيع او الاستبدال. ليه يا جدو ان شاء الله، هو انا ثلاجه ولا ايه؟ الله يسامحك. ماشي، ابقى شوف بقى مين هيعمل لك اكل تاني. عادي يا اختي، هطلب دليفري من بره وهدلع نفسي اخر دلع، اخيرا هخلص منكم يا بوز النسانيس. ردت ياسمين: ايوه شكلك هتلعب بديلك يا نمس. يا ترى حاطط عينك على مين يا جدو؟ طنط سناء اللي في الرابع؟
نعم سناه مين دي يا بت انتي؟ دي ست عجوزة قوي، دي ماشية في ال88 وانا لسه صغير يا حبيبتي زي ما انت عارفة. قلت بقى اخليني في حنان اللي في السادس. يا شلاش يا مكار، انت كده باين عليك غاوي مطلقات، معرفش ليه بس السادس عالي عليك قوي يا جدو، اعمل حسابك بقى يا اخويا في الفولتارين. ردت وعد بغضب. انتي بتقولي ايه يا حيوان انتي؟ بطلي تهريج، وحضرتك يا جدو ما ينفعش كده، وبعدين حنان اللي عينك منها دي انت في مقام جدها اصلا، دي لسه ما كملتش ال30. هو ماله يا بنتي؟ ما انا هحتويها وهفهمها، مش احسن من الشاب الموكوس اللي هي اتجوزته وما قدرش يفهمها؟ انا بقى هبقى العوض وقرة عينيها. طيب يا عوض سيبك من نفسك دلوقتي، زحلقنا احنا بقى الاول وبعدين انطلق انت مع الست حنان. صدقي يا بت ان انت عندك حق، عيوني الاتنين، انا هزحلقكم وادي عليكم هدايا كمان. ضحكوا هما الاتنين وقعد كانت هتفرقع منهم، وقاموا عشان يجهزوا علشان الضيوف اللي جايه بالليل. اما في نفس الوقت في شقه نجيه جده الشباب، ست لذيذه جدا عندها 60 سنه ولكن مهتميه بنفسها ومش باين عليها سن ابدا. كانت ماسكه فستانين، واحد لونه احمر والتاني اصفر، وبتسال مراد وادهم بحيره: ايه رأيكم يا اولاد، البس الفستان الاصفر ولا الاحمر؟ انا بقول الاحمر لونه مبهج كده وبعدين بيليق قوي مع لون بشرتي. رد ادهم بمرح: والله يا نوجا نفس البت واحده تتعلم منك الروقان، لحسن انا مش عارف اعمل معاها ايه بعد الجواز، البت عليها عصبيه يا اختي مش على حد. وتتعصب ليه؟ دي العصبيه وحشه قوي يا ابني وبتسبب تجاعيد تحت العين، والتجاعيد بتعمل خطوط مع الكونسيلر. رد ادهم بصدمه مصطنعه. يا خبر بجد بتخلي الكونسيلر يخطط؟ لا انا اقول لها اكيد ما كانتش تعرف. رد مراد: يا ريت يا نوجا تلبسي لون هادي شويه، اسود مثلا، كحلي، لون وقور كده. اسود؟ لا طبعا انا مش بحب اللون الاسود ده خالص، انا خلاص استقريت هلبس الاحمر. يلا سلام بقى عشان الحق اروح الكوافير اعمل شعري. رد ادهم بسخريه: ما تستني بس يا نوجا، مش وقت شعر الله يكرمك، خلينا نتفق هنقول ايه لجد بنات عمي شلهش ده راجل مش سهل ابدا. تصدق يا ادهم انا بقالي سنين طويله جدا ما شفتش الراجل ده، اكيد زمانه كبر وكحكح وبقى غلبان كده وان شاء الله مش هيدقق في اي حاجه. واتغاظ ادهم: انت اللي غلبانه، ده شلش ده راجل عقر، المهم قوليلي هنجيب شبكه ب20,000 مش اكتر من كده. رد مراد بغضب: 20,000 ايه يا معفن؟ دول ما تعرفش تسلم بيهم على الصايغ اصلا. بقولك يا نوجا مالكيش دعوه انت بالواد ده، انا هتكفل بكله. وفرح ادهم: حبيبي يا اخويا ده العشم برضه، مادام كده بقى يبقى نجيب شبكه ب30,000 وامري الى الله. ضحكوا كلهم. وبعدين مشيت نجيه راحت عند الكوافير عشان تجهز لميعاد بالليل. وعدى الوقت وجه الليل بسرعة. مراد كان سايق العربية وأدهم جنبه ونجية قاعدة ورا، وكانت لابسة فستان جميل وشيك جدا وعاملة شعرها. وقالت فجأة: يا خبر ده احنا نسينا خالص نجيب حاجة ندخل بيها على الناس. رد أدهم: هنجيب ايه يعني؟ وبعدين هو احنا رايحين لناس غرب؟ دول بنات عمنا يعني مفيش فرق. واتكلم مراد: اطمني يا نوجة يا حبيبتي، انا عامل حسابي اكيد وموصي على حلويات وشوكولاتات وجاتو وورد ليا انا والبقف اللي قاعد جنبي ده، وهتجيبهم يا حبيبتي. طول عمرك جنتلمان يا مراد، عكس الجلده اللي جنبك ده، الجنيه يطلع من بقه بطلوع الروح. الله بقى يا تيتا، هو في ايه؟ تيتا اخرس يا حيوان، اسمي نوجة، نوجة بس. يلا يا مراد اعدي على الناس بتوع الحلويات نجيب الحاجات، الا البقف ده تفور دمي. ابتسم مراد وكمل طريقه على بيت شلش. أما في شقة شلش كانوا البنات في أوضتهم بيجهزوا، وياسمين لبست فستان جميل جدا وعليه النقاب، وعاد لبست فستان وعليه الحجاب بتاعها، والاتنين كانوا زي القمر. دخل شلش وكان متشيك، وياسمين قالت بسعادة: ها بقى يا جدو ايه رأيك في الفساتين علينا؟ تحفة صح؟ رد شلش بتأثر مصطنع: يا بنات، معقول عشت ما جه اليوم ده الا اخيرا حد امتص في نظره وجه يطلبكم؟ ما شاء الله ما شاء الله، شكلكم عره زي ما انتم، ده العادي بتاعكم يعني. واتعصبت وعد جدا: احنا عره ليه بقى ان شاء الله؟ مالنا ولا عشان ملناش في المحزق والملزق؟ لا يا اختي عاوزك بقى تنحرفي شويه وتلبسي المحزق والملزق لجوزك في البيت، فهمني يا برعي. وقعدت غاظت جدا بس برضو اتحرجت قوي من كلام جدها. اما ياسمين قالت: اطمن يا جدو، ولاد عمنا عارفين احنا على ايه، انا واختي ما بنحبش نخدع حد. وهما بيتكلموا جرس الباب رن وشلش قال: الظاهر عرسان الغفله جم، انا هروح افتح وانتوا تلحلحوا بقى وخلصوا بسرعه. خرج شلش وفتح الباب وعيونه وسعت بصدمة لما شاف نجية، وكان مراد وأدهم واقفين وراها وشايلين الورد والحلويات. بس العالم اختفى كله في عيون شلش وما كانش شايف غير نجية وبس. وهي لاحظت نظراته واتكسفت جدا، حتى مراد لاحظ كده وقال بضيق:
جرى ايه يا جدو شلش؟ هنفضل واقفين كده على الباب كتير حتى تيتا اول مرة تيجي بيتك؟ ايه خبر؟ معلش ما خدتش بالي، بس جمال الهانم سحرني. وبعدين جدتك ايه؟ انت هتكذب من اولها يا واد. ردت نجية بكسوف ودلع. ميرسي جدا يا استاذ شلش، ده من ذوق حضرتك والله. واتغاظ ادهم. طب ممكن ندخل بقى نكمل كلام جوه؟ انت مش واخد بالك يا جدو شلش ان احنا جايين شايلين ومحملين ولا ايه؟ وسع شلش ليهم وهو بيشاور بايده لجوه. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلي يا هانم، نورتي البيت وخطفتي قلب صاحب البيت والله. ابتسمت نجية بهدوء ودخلت وحصلها شلش ومراد كان واقف هيفرقع وادهم همسله بسخرية. يا واد يا مراد، ده شكل الراجل هيعلق نوجة مننا ولا ايه؟ واتغاظ مراد. ده على جثتي، وبعدين ازاي راجل في السن ده وعينه زايغه بالطريقه دي؟ طيب اهدى شويه بس وعدي اليوم لحد ما نقرا الفاتحه على البنات. دخلوا والكل قعد في الصالون، وبعد ثواني البنات انضموا وسلموا عليهم. ياسمين قربت من مراد وهي بتقول بكسوف: ازيك يا مراد؟ ليه تعبت نفسك كده؟ ما كانش له لزوم ده كله. تعبك راحه، ده انا كان نفسي اجيب لك الدنيا كلها واحطها تحت رجليكي يا ياسمين. ياسمين اتحرجت جدا وقعدت، اما وعد قعدت جنب ادهم وادهم اتكلم بغيظ: جرايه يا معلم وعد، مفيش ازيك ولا شكرا على حاجه، ما تتعلمي من اختك شويه. ازيك ايه؟ ما انا شايفاك الصبح، وبعدين هشكرك على ايه يعني؟ ما اكيد اللي جايب الحاجه دي مراد، فاقعد ساكت بقى واهمد. واتكلم شلاش بمرح: معلش بقى يا هانم، البنت وعد دي كده نرفوزه شويتين، بس بنت حلال والله. ردت نجية برقه: بس لازم تكون أرق وأهدى من كده أكتر، الأنثى لازم تحتوي الرجل. عندك حق والله يا هانم، فعلا الراجل مننا محتاج احتواء وشوية دلع من اللي اتمنع. واتعصبت وعد: مالك يا حاج؟ ما تهدى شوية كده. وانت يا تيتا قلبها على ياسمين عز كده ليه؟ وايه الصوت الشتوي ده يا حبيبتي؟ ده انت ناقص تقولي الفرعون المصري، ومفيش أحلى من كتاف الراجل. رد أدهم بمرح: ايوه والله انا عندي كتافي يا وعد لوز العنب، بتعب في التدريب عشان تلاقي كتف تتسندي عليه يا حبيبتي. بصيت له وعد بقرف: ده انا فعلا لو حصل واحتجت كتفك يا سي ادهم هتسند عليه، هتأجره ليا مش هتسيبولي ببلاش. كده اخص عليك يا معلم برعي. ماشي والله العظيم ماشي. اتكلم مراد بضيق: ممكن كفايه بقى ونتكلم جد شويه؟ طبعا يا جدو حضرتك عارف احنا جايين عشان نطلب ايد البنات، واحنا يعني تحت امر حضرتك في اي طلبات. رد شلاش بمكر: انتوا جايين تاخدوا حفيداتي مني، ونسي في الحياة يعني مش هيكون ليا ونس، فلازم بقى تعوضوني. واستغرب مراد: نعمل ايه يعني حضرتك؟ عاوزنا نتجوز ونعيش معاك هنا؟ ممكن ادهم وعد يعيشوا مع حضرتك، انما انا وياسمين هنعيش مع نوجة عشان ما بحبش اسيبها لوحدها. عندك حق صحيح، نوجة فيها طمع، بس انا عندي عرض تاني خالص. انا هاخد نوجة وانتوا خدوا جوز النسانيس دول. الكل اتصدم جدا وردوا الاربعة في صوت واحد: نعم. انت بتقول ايه؟ حط شلاش رجل على رجل وهو بيقول بكل برود: زي ما سمعتوا كده، في نوجة في نسانيس، مفيش نوجة مفيش نسانيس يا حبايبي. الكل كان في حالة صدمة، والنجية اتكلمت بهدوء: حضرتك تقصد ايه يا استاذ شلش؟ يعني هتعمل بدل؟ هو انا عربية قدامك؟ لا قاطع لسان اللي يقول كده يا ست الكل، ده انت جوهرة يا هانم، وانا بقدر كويس المجوهرات، وعاوز انا وانتي نتجوز ونونس بعضينا بدل ما نعيش في وحدة، ولا نستنى عطف احفادنا علينا بقى، ولا انتي ايه رأيك؟ واتعصب مراد وقام وقف بغضب: لا كده ما ينفعش خالص يا كدي، انا مش فاهم، هو احنا جايين عشان تعلق جدتي وتتجوزها ولا ايه؟ قام شلش واتكلم بقوة: وانا بقى قلت اللي عندي يا مراد، مفيش جواز من البنات غير لما الهانم توافق ونتجوز انا وهي معاكم في نفس الفرح كمان. ايه المراد؟ يلا يا جماعة نمشي وكفاية بقى تهريج لحد كده. مراد قال كلامه ومشي، وأدهم ونجية حصلوه، والبنات كانوا مستغربين وكانوا متضايقين جدا. وياسمين اتكلمت بغيظ: ايه اللي انت عملته ده يا جدو؟ حرام عليك، مراد بيحب جدته جدا وبيغير عليها كمان، ما كانش ينفع تهزر بالطريقة دي. انا ما بهزرش وكل كلامي كان جد، واكدي على النص بتاع كلامي ده، ويا ريت كمان تجيبي لي رقم نوجة او اسم الفيس بتاعها عشان نتشات مع بعضينا. انا مرضتش اسالها قدام احفادها، قلت في عقلي عيب برضه. ردت وعد بتريقه: يا حبيبي طول عمرك مراعي يا جدي وبتفهم في الاصول، انا مش عارفه دي اصول انهي بلد اللي انت بتتبعها دي، بس انت فاهمها كويس خالص. ابتسم شلاش ببرود، والبنات اتغاظوا جدا من بروده، اما هو قعد يغني: يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا تيرارا، ونبني طوبة طوبة في عش حبنا. يا نجية البنات كانوا هيفرقعوا من الغيظ وسابوه دخلوا على أوضهم. أما في شقة نجية فكانوا وصلوا الشباب، ومراد كان متعصب جدا:
انت ازاي يا نوجة تسكتي على كلام الراجل الخرفان ده؟ المفروض كنت تهزقيه. يعني اهزقه وابوظ جوازتك انت واخوك، ولا اخده بقى على قد عقله وخلاص؟ رد ادهم بمرح. والله كده شكل شرش عجبك يا نوجة. هو الصراحة راجل لقطة، في سنه ده يا دوب شوية مشاكل في القلب والكلى والركب، يعني لسه بخيره. وتعصب مراد. انت بتهزر يا حيوان، جدتك جايه لها عريس وانت ليك نفس تهزر؟ انا بجد مش فاهمك والله، مفيش دم. طيب وفيها ايه بس يا مراد؟ ده شرع ربنا وحلال. انا مش عارف انت مقزم الدنيا كده ليه. خلاص بقى خلاص انت وهو، كفايه كلام، انا بجد تعبت منكم جدا. وفي الوقت ده موبايل مراد رن، وكانت ياسمين. فتح السبيكر واتكلم بضيق. ايوه يا ياسمين، عاجبك اللي جدك عمله ده؟ ينفع كده؟ يا ريت بقى تفهميه غلطه. ياسمين كانت قاعده في الاوضه مع اختها وشلش وفاتحه السبيكر. رد شلش بسخريه. هتفهمني ايه يا ننوس؟ انت اللي لازم تفهم ان الحب مش غلط، ونوجة بصراحة كده خطفت قلبي من اول لحظة. نجية ابتسمت بغرور، ومراد رد. جرى ايه يا ياسمين؟ هو انت متصلة عشان تحرقي دمي ولا ايه؟ بعد الشر عليك يا مراد، والله جده هو اللي صمم اتصل عليك عشان عاوز يعرف اسم الفيس بتاع تيتا نجية. ردت نجية بلهفة. اسمه الوردة البرية يا سمسم، وحتى صورة شخصية ليا بس وانا صغيرة شوية. رد شلش بمدح. انتي لسه صغيرة يا ست الكل، انا هبعتلك طلب اضافة واسمي طائر الليل المهاجر. رد ادهم بهزار. يا ريت تعمل باسم الفيس بتاعك يا جد شلش وتهاجر، جوزنا البنات وهاجر كندا، حلوة كندا وكلها تلج، عظمك محتاجه ان شاء الله. وماله، ههاجر بس بعد ما اقطف الوردة البرية القمر دي. مراد كان جاب اخره فعلا وقفل السكة، ونجية دخلت اوضتها بسرعة بسبب نظرات الكل ليها اللي كانت كلها شر. دخلت اوضتها وكانت مكسوفه ومتوتره جدا، اول مره تتحط في الوضع ده. اما مراد دخل اوضته هو وادهم، وقعدوا يفكروا هيعملوا ايه في المصيبه دي لحد ما راحوا في النوم وخلص اليوم. وتاني يوم الصبح في صيدلية مراد كان قاعد هو وأدهم على المكتب، وست في الأربعينات بتنظف الصيدلية واسمها أم ناهد، وكانت رامية ودن معاهم وسمعتهم. كان مراد بيهمس بغضب. وبعدين يا أدهم هنعمل ايه في المصيبة دي؟ أنا خلاص دماغي هتنفجر من كتر التفكير. ها، مصيبة ايه يا دكتور؟ كفالة الشر، قولي يمكن أساعدك. خليكي في حالك يا مناهد وركزي في شغلك وما ترميش ودنك عندنا. يا حمتي يا حمتي، هو انا يعني بلمع اوكر يا دكتور؟ الله يسامحك، ده انا حتى سمعي تقيل. رد ادهم بسخريه. لا واضح فعلا ان سمعك تقيل قوي، ده انا قاعد جنبه وما سمعتوش يا مناهد، وانت ايه لقطتي كلامه في ثانيه. يا ستار يا ستار، قل اعوذ برب الفلق. جرى ايه يا باشمهندس؟ سمي في قلبك كده يا اخويا، ده انا نجمي خفيف. رد مراد بيأس. سيبك منها، دي مش هنخلص من لسانها ابدا. واتصل كده شوف البنات اتأخروا ليه. يا دوب خلص الكلمة وياسمين ووعد دخلوا وهما بيقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا اقعدوا. قعدوا البنات، وأم ناهد فضولها زاد وعيونها متثبتة عليهم، وياسمين همست بتوتر وهي بتعدل النقاب. هي عملها مناهد بتبص كده ليه؟ لبسي في حاجة؟ عصفورة عملت بيبي عليا ولا ايه؟ همس ادهم. لا هي بس بتستعد عشان تسمع كويس، ده انا حاسس ان ودنها هتنط من وشها. واتكلمت وعد بضيق. ام ناهد، في محل في اخر المنطقه هنا بتاع زلابيا، خدي فلوس من باشمهندس ادهم وروحي جيبي لنا عشان نفسي هفاني عليها. وتعصب ادهم. الله، واشمعنى ادهم يعني؟ هو لازم ادهم هو اللي يدفع؟ لا خليها تسمع احسن، هو الموضوع هيجي على دماغ انا ولا ايه؟ بصت له وعد بغيظ، ومراد طلع فلوس وقال له مناهد بصرامه. يلا يا مناهد روحي جيبي الزلابيا وطولي شويه وما تجيش على طول. زلابيا ايه بس يا دكتور؟ دي بتتخن قوي وبتتقلي في زيوت مهدرجه. احنا عاوزين نتهدرج يا مناهد، وهاتيلي انا زلابيا بالنوتيلا، ويلا بقى اتكلي على الله هوينا. اخدت ام ناهد الفلوس ومشيت بضيق لان كان نفسها تسمع كل اللي هيتقال. واتكلمت وعد. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، ده قصه الحشريه دي، انا كنت شويه هقوم اخنقها. وتعصب مراد. ده انا اللي كان نفسي اخنق جدكم امبارح اللي عاوز يتجوز جدتي ده، يا ريت تكونوا عقلتوه. ردت وعد. عقل ايه؟ عقل ايه بس؟ ما تعقل انت النوجة الاول، وبعدين احنا سايبين جدي وهو عمال يتشات معاها على الفيس اصلا. ايوه، وجدتك عماله تبعت له كل شويه نكز، بقول لها النكز ده خلص من التسعينات على فكره. ورد ادهم. انا ستي بتنكز جدك؟ طب ليه يا ستي تعملي كده؟ قصرنا معاكي في ايه؟ جبت لنا العار. ردت وقعدت بسخريه. لا، والحبيب شلش عمال يبعت لها في صور كاظم الساهر ومكتوب عليها اسعد الله مساءك يا سيدتي. وتعصب مراد. انتم بتهزروا صح؟ انا الوضع ده مش عاجبني ابدا ولا هسكت عليه. ردت وعد. انت معترض ليه؟ وفيها ايه يعني لو معجبين ببعض ويتجوزوا؟ عادي يعني، ما احنا هنشوف حياتنا احنا كمان. ردت ياسمين.
يا مراد كبر عقلك شوية، لحسن جده مصمم على رأيي قوي، عشان خاطري لو ليا خاطر عندك بس يا ميرو. ليكي خاطر بس؟ ده انت الخاطر معمول علشانك يا ياسمينة. وحاضر يا ستي، هكبر عقلي لما نشوف اخرتها بس. ورد ادهم: جرى يا نحنوح، اجيب لك 2 ليمون وشجرة؟ لا يا حبيبي، خليه ليك. انا هاخد ياسمين ونروح نقعد في كافيه عشان اتنحنح براحتي. يلا بينا يا ياسو. ياسمين فرحت جدا وراحت معاه. اما وعد كانت بتبص لادهم برفعة حاجب وبتقول بسخرية: ايه يا باشمهندس، وانت مش عاوز تاخدني مكان عشان تتنحنح شوية ولا ايه؟ ولا انا بقى مش وش النحنحة؟ بذمتك البصة بتاعتك دي تشجع النحنحة اصلا؟ وبعدين زمان المناهد جاية بالزلابية دلوقتي. ادهم صراحة كده انا مش عاجبني بخلك ده، وانا صابرة بس عشان انت ابن عمي. يا سلام، عشان ابن عمك وبس؟ وبعدين ما انت عصبية على طول وطبعك زي الزفت، وانا ساكت يعني، محدش احسن من حد فينا. قامت وقعدت بعصبية: لا وعلى ايه بقى، خلاص نفضها سيرة، كل واحد يروح لحاله. انا ما اقبلش على ابن عمي يتجوز واحدة لا تطاق زيي. وقام ادهم بسرعة وقف قدامها عشان يمنعها تمشي، واتكلم بلهفة: لا لا، انا ما قلتش كده يا وعد، ولا اقدر اقول كده اصلا. وكمان انا عارف انك رغم عصبيتك بس قلبك طيب. وقعد حسيت بالحزن: بس انا فعلا وحشه يا ادهم، وطبعي وحش، وبحاول اتغير بس مش عارفه، لما بتعصب مش بكون في وعي خالص. براحتك يا وعد خالص، ما تضغطيش على نفسك ابدا. انا بحبك زي ما انت كده، وهستحمل عادي الدبش بتاعك يا ستي. ابتسمت وعد بحب بس قالت بضيق: لكن انا بقى مش هستحمل بخلك يا سي ادهم، لازم تبحبح ايديك دي شويه. انا عارفه ان اللي فيك ده غصب عنك بسبب الظروف اللي انت مريت بيها وانت صغير. بص يا وعد، من وقت ما اهلنا ماتوا في الحادثه ورحنا عشنا مع جدتي والمصاريف تقلت عليها قوي، رغم كده ما كانتش حرمانه من اي حاجه، انا ومراد، وكانت لازم تدينا مصروف، بس انا ما كنتش بصرفه ابدا، ولا بخلي مراد يصرف هو كمان، وبشيلهم عشان نساعدها برضه. وللاسف فضل الطبع ده فيا، بقيت بخاف اصرف قوي. عارف يا ادهم، رغم ان البخل ده مضايقني جدا، بس عشان انا عارفه سببه بكون فخوره بيك قوي، لانك بجد طيب قوي وبتراعي الظروف وبتعرف تتصرف، وسبب اللي انت فيه ده كله ان انت كنت بتساعد جدتك. طب وعشان الكلمتين الحلوين دول بقى، تعالي بقى لما اعزمك على الغدا، بس يلا بسرعه قبل ما ارجع في كلامي. وقبل ما يخلص كلامه كانت جريته سبقته على بره، اما هو قفل الصيدليه وحصلها وهو سعيد بفرحتها جدا. اما في الكافيه كانت قاعده ياسمين وهي بتشرب عصير من تحت النقاب، وقال مراد باحراج: حقك عليا يا ياسمين، انا عارف انك بتعاني من النقاب ده خصوصا لو بره، بس اعمل ايه، بس بغير عليكي قوي. لا لا، مش بعاني ولا اي حاجه، وبعدين انا حبيت النقاب اصلا وبقيت بحسه جزء مني. طيب احبك اكتر من كده ايه بس؟ هو انتي ليه طيبه كده يا بنتي وخاطفه قلبي؟ ومش دلوقتي، من زمان كمان، اول ما خرجتي للدنيا وانا قلبي اتعلق بيكي، وكنت على طول بشيلك وانهمك في حضني. ياسمين اتكسفت جدا وشها احمر، وهو حس بده وكمل بمكر: عقبال بقى لما تنامي في حضني وانت كبيره يا ياسو. وقفت ياسمين بعصبيه: ما تبس بقى يا مراد، حرام عليك، تصدق حلال فيك بقى عمايل جدو شلش. طب ليه السيره دي؟ طيب ما احنا كنا حلوين، السيره اللي تسد النفس دي. على فكره بقى جدو شلش طيب قوي يا مراد، وكان حنين قوي عليا انا وعد كمان، وكان بيعمل كل اللي في جهده عشان يعوضنا عن فراق بابا وماما الله يرحمهم. وانا يا ستي هعمل المستحيل عشان اعوضك عن الدنيا كلها يا حبيبتي، ويكون ليكي كل حاجه. طيب عارفه انا بحبه والله العظيم، ده كفايه انه حافظ عليكي انت يا قلبي، انت واختك. وابتسمت ياسمين بحب وهي بتحمد ربنا على حب مراد ليها. اما في شقه شلش كان قاعد في الصالون وهو بيتكلم في الموبايل: انا عاوز نتقابل يا نوجة، مش بحب انا كلام التليفونات ده، عاوز امال يعاني بجمالك يا ست الكل. وعلى الطرف التاني كانت قاعده نجيه في اوضتها، وشها احمر من الكسوف وبتقول بنعومه: بس الولاد يا شلاش هنعمل فيهم ايه؟ مراد متضايق قوي، وصراحه انا مش عاوزه ازعله، يا ريت تنسى موضوعنا، احنا كبرنا خلاص، وخلينا نتمم جواز احفادنا على خير، هم دول الفرحه الحقيقيه. هو انا يعني اللي مش عاوز افرح بالبنات؟ ده انا حلمي ان اطمن عليهم عشان بنتي الله يرحمها ترتاح في تربتها هي وجوزها. حاسه بيك قوي يا شلش، لان زيك بالظبط الحال من بعضه. ربنا يرحمهم يا رب، ويحفظ الاولاد ويعوضهم خير. اللهم امين، ويعوضنا احنا كمان خير. فيها ايه يعني لما نتجوز؟ بعد الولاد ما يتجوزوا ونونس بعض الايام اللي باقيه لينا، وكمان عشان ما نشيلش الولاد همنا. انا بكلمك بجد يا نجيه، فكري براحتك وانا مستني ردك، ومهما كان انا هحترمه، وجوازة الاولاد برضه هتتم. بس فكري لما كل واحد فيهم ياخد عروسته ويتقفل عليهم باب، وانا اعيش لوحدي وانتي تعيشي لوحدك، قوليلي بس استفدنا ايه؟ بكره ينشغلوا ويخلفوا وربنا يبارك في حياتهم، بس انا وانتي فعلا هنغني ظلموه، يبقى نونس بعضينا. وزي ما قلتلك قرارك عمره ما هيأثر في الجوازة ابدا.
يلا تصبحي على خير. خلصوا كلام وقفلوا مع بعض، ونجية ابتسمت لأن شلش كبر في نظرها قوي، وقعدت تفكر وتعقل الكلام كتير. وعدها ساعة على نجية وهي عمالة تفكر، وبعد شوية اتصلت على شلش. أنا موافقة يا شلش. وقفلت بسرعة وقلبها بيدق بجنون، وكانت بتبتسم بسعادة. وفي الوقت دوت دخل مراد عقدها من اللي قاله باستغراب. مالك يا نوجة، وشك أحمر ومبتسمة للحياة كده ليه؟ رديته بخجل. وما ابتسمش للحياة ليه؟ دي طلعت جميلة ولذيذة قوي وحلوة قوي كمان. أوي أوي، بركاتك يا اللي في بالي. ده طلع معلم، علق ستي في كام ساعة بس. ده أنا لازم أتعلم الراجل الخبرة ده. الخبرة بتفرق برضو. أما مراد كان هيولع من الغيظ من أدهم، بس موبايله رن وكان شلش اللي كان قاعد في الصالة مع البنات. واتكلم شلش بصرامة. وادي يا مراد، أنا عاوز أخرج أنا ونوجة بكرة عشان نتعرف على بعض شوية. أنا قلت لازم أعملك اعتبار واتصل أستأذنك. واتغاظ مراد. خروج إيه ده يا جدو؟ لا طبعا ما ينفعش، الناس تقول إيه بقى كده؟ طب ما البنات لسه راجعين من خروجكم معاهم. ماشي خلاص بقى، من هنا ورايح المعاملة بالمثل، ما عادش في خروج للكل. البنات اتضايقوا جدا واتصدموا. اما ادهم فاخد الموبايل وقال بلهفه. ده بس كده شلش يا حبيبي، مراد ما يقصدش، عادي طبعا اخرج، بس ايه رايك نخرج كلنا سوا مع بعض في كافيه تحفه؟ لا لا لا، كافيه ايه؟ احنا مش بتوع كافيهات. انا ونوجة هنروح الملاهي. قول لها نتقابل الساعة 3، وانتم لو عايزين تيجوا تمام براحتكم. خلص كلامه وقفل، وادهم ضحك جامد، ومراد اتغاظ اكتر وتعصب جدا وسابهم ودخل على اوضته. اما عند شلش فبص للبنات. بنتي يا وعد، عاوزك تكوي القميص المشجر، وانت يا ياسمين تغسلي الكوتشي الابيض. يلا انا داخل انام. سابهم ودخل ينام وهو بيصفر. أما البنات بصوا لبعض بذهول، وفجأة انفجروا في الضحك وقاموا ينفذوا طلباته، وبعديها دخلوا علشان يناموا. وخلص اليوم على كده. وتاني يوم الصبح في شقة شلش كان شلش كله نشاط وحماس، ولبس القميص المشجر، والبنات جهزوا وراحوا على الملاهي ووقفوا بره. وبعد ثواني ركن مراد عربيته قدام الملاهي، وأدهم بيبص لنجية وبيقول بمرح. الحقي يا نوجة، ده شلش لابس لك قميص مشجر. لا الصراحة الراجل صارف ومكلف، ايه جو سبعيناتي تحفة. نزلوا من العربية وشلش كان معاه بوكيه ورد. قرب من نجية وهو بيقول برومانسية. صباحك معطر بالورد يا سيدتي، كنت أود لو أجلب لك ورود العالم أجمع. نجية قلبها كان بيدق بجنون، أخدت الورد وشمته وهي بتقول برقة. ميرسي قوي يا أستاذ شلش على مشاعرك النبيلة دي. ردت وعد بسخرية. ايه ده؟ انت تعرفي طنط نبيلة جارتنا اللي في الدور الرابع؟ جدي دايما بيعكسها من المنور. جود صدمت نجية. نعم بجد الكلام ده يا شلش؟ انت بتعكس الستات؟ اخصى عليك اخصى عليك يا خاين. خاين ايه بس يا نوجة؟ انت هتصدقي كلام ام 44 دي غيرانة مننا. سيبك منهم وتعالي، يلا بينا ندخل الملاهي يا نوجة يا نجوة الفؤاد. ورد ادهم. حتى نجوى فؤاد مش عتقتها يا جدو، ده انت مش سهل ابدا والله، نمس وخلبوس. بصله شلش بضيق واخد نوجة ودخلوا الملاهي، وادهم اتكلم باعجاب. يا سلام، انا الراجل ده بقى قدوتي خلاص في العلاقات. واتعصب مراد. طب يلا يا اخويا ندخل نشوفهم بيعملوا ايه، لحسن يتعبوا ولا حاجه، وهم مفكرين نفسهم لسه مراهقين كده. عبد الحليم وشاديه وجاي لنا الملاهي، ناقص يركبها قدامه على العجله. ردت ياسمين. اطمن، انا عامله حسابي وجايبه علاج الضغط والسكر والدوخه عشان نلحقهم لو حصل اي حاجه. ضحكوا الشباب ودخلوا، ويا دوب ركبوا الساقيه وداخوا قعدوا. اما نجيه وشلش فركبوا مراجيح كتير جدا وما قعدوش. واتكلم ادهم بذهول. هما ازاي مكملين كل ده؟ انا لحد دلوقتي دايخ من الساقيه، دي لعبه زفت قوي والله. ردت وعد. ما هو ده جيل السمنه البلدي بقى يا بابا، انما احنا جيل فستك على الله حكايته خالص. اما ياسمين كانت ساكته خالص لانها كانت مرهقه جدا، ومراد سالها بلهفه. مالك يا ياسو ساكته ليه؟ هو انت متضايقه من حاجه؟ لا مفيش حاجه يا مراد، انا بس حاسه اني هبطت شويه. طب مش بتقولي ليه؟ خدي العصير ده اشربيه، وانا هروح اجيب نوجة وجدك عشان نروح ناكل. اكيد ما هبطت عشان ما اكلتيش حاجه، حقك عليا. قال كلامه وقام بسرعه. اما عند نجية وشلش كانوا واقفين قدامه رجاحه كبيره، واتكلم شلش بحماس. ايه رايك يا نوجة نركب دي ولا ترامبولين اللي انت عاوزاه؟ جه مراد في الوقت ده وسمعها متغاظ جدا. ترامبولين ايه يا حاج، بس ما كفايه كده، ويلا عشان نروح ناكل. ياسمين مهبطه. يا قلبي يا بنتي، طب يلا بينا يا حبيبي، كفايه لحد كده النهارده. وبالفعل مشيوا وراحوا على مطعم، وفي المطعم حط الويتر الاكل وقعدوا ياكلوا كلهم. ومراد اتكلم بحنان.
ياسو كلي كويس وطبقك ده يخلص كله، فاهمة ولا لأ؟ هزت ياسمين راسها وهي بتبصله بحب بسبب اهتمامه بيها. أما شلش فكان بيدي لنجية كوباية عصير وهو بيقول بالرومانسية: خدي يا نوجة اشربي العصير ده، أنا لاحظت إنك بتحبي العصير. شكرا ليك يا شلش، ما كانش لزوم تتعب نفسك. أما وعد فكانت بتبص لأدهم بغيظ وهو كان بياكل ولا على باله، بس لاحظ نظراتها وقال باستغراب: مالك يا وعد بتبصي لي كده ليه؟ مش عاوزة حتة اللحمة بتاعتك دي؟ عادي هاتيها مش مشكلة. وعد اتجازت على اسنانها اكتر بغيظ والكل انفجر في الضحك، وكملوا اكلهم في جو جميل جدا وخلصوا ورجعوا كل واحد على بيته وهو مش ناسي اليوم ده ابدا. وعدت الايام وكل يوم شلش ونجية خروج مع بعض. وفي يوم بالليل في شقة نجية كان قاعد مراد وادهم في الصالون قدام الشاشة، وخرجت نجية من الأوضة وهي لابسة لبس رياضي وماسكة مضرب تنس. فسأل أدهم باستغراب: ماسكة مضرب الناموس ليه يا حاجة؟ مفيش حاجة يعني. لا يا حبيب الحاجة، ده مش مضرب ناموس، ده مضرب تنس، رد مراد بسخرية. وماسكة مضرب التنس ليه يا نوجة؟ ان شاء الله عندك بطولة ولا حاجة؟ لا ابدا، بس شلش يعني اتفق معايا نروح انا وهو النادي نلعب تنس هناك، وعلى فكرة قلت له يجيب البنات معاه، يلا بقى تعالوا معايا. وفرح ادهم: ايوه الحقي نفسك، اتعلمتي المكر والتخطيط من شلش يا نوجة، ما كنتيش كده. اما مراد: نوجة بصراحة كده الخروج كل يوم والتاني عمال على بطال ما بقاش ينفع، يا ريت تكلميه بقى ويشهل شوية، كفاية تعارف لحد كده. رد أدهم بجدية مصطنعة: أيوة يا نوجة احنا بنتكلم لمصلحتك، الحقي نفسك يا بنت، ده يا دوب يومين ويفلسع. بعد الشر عليه، ما تقولش كده على شلوشتي، وبعدين ده شلش كله شباب ورياضي كمان. رد مراد: طب يا ريت بقى تحددوا هتعملوا ايه، لان احنا زهقنا جدا وعاوزين نتجوز، ولا شلش بيه لسه بيكون نفسه؟ قوليله انا ممكن اساعده عادي، اهو زي جده برضه. رد ادهم: طب ينوبك ثواب ما تساعد اخوك اولى، البت وعده عاوزه اير فلاير ومصممه عليها، يا ريت تجيبها لي بقى وانا ابقى حاسبك بعدين. نجية قعدت تضحك عليهم، وخصوصا لما شافتهم قعدوا يتناقروا مع بعض. أما عند شلش كان لابس شورت وتيشيرت وماسك مضرب التنس، والبنات لابسين وجاهزين، وياسمين بتقول بمرح: ما بلاش الشورت ده يا جدو، لحسن نوجة لو شافت ركبك المعصعصة دي هتغير رأيها. ايه ده بجد؟ تصدقي يا بنت عندك حق، لا خلاص انا هروح البس البنطلون. ردت وقعد: ايوه اجري استر نفسك يا جدو، ربنا امر بالستر. ودخل شلش فعلا يغير، والبنات قعدوا يضحكوا عليه، وبعد ثواني خرج وهو مغير لبنطلون، واخدوا بعضهم ومشيوا عشان يروحوا على النادي. وبعد ساعة في النادي كان الأربع شباب قاعدين على ترابيزة وبيتفرجوا على نجية وشلش وهما بيلعبوا تنس، وأدهم بيقول بسخرية: العلاقة بتاعت نوجة وجدكم دي بحسها معمولة مخصوص عشان تحسسنا احنا بالشيخوخة. في الوقت دوت كان شلش ونجية خلصوا لعب وخرجوا من الملعب وانضموا ليهم، بس جت ست في الخمسينات كانت حلوة جدا وقالت لشلش بإعجاب: مساء الخير، آسفة جدا على الإزعاج، أنا اسمي سمية وحبيت أعبر عن إعجابي بلعب حضرتك، ما شاء الله حضرتك محترف جدا، يا ريت تعلمني. الشباب والبنات كانوا كاتمين ضحكتهم بالعافية، أما نجية فكانت هتولع من الغيرة، وشلش كان خايف عليها بس رد بإحراج: شكرا جدا يا هانم، وأنا تحت أمرك في أي وقت. حاضر. لا بلاش هانم دي، احنا هنبقى صحاب بقى، قولي يا سوسو، وانا سمعت ان اسمك شلش. صح، هقولك يا شوشو. رد ادهم بمرح: طب ما تخليها لولو احلى، اصل هو مش بيحب اسم شوشو ده. اوكي مفيش مشكلة، هسيبكم انا بقى، هافن، باي باي يا لولو. مشيت سمية ونجية كانت هتولع، وشلاش كان عاوز الأرض تنشق وتبلعه، وأدهم قال بسخرية: صحيح الرجالة ملهاش أمان، مش كده يا لولو؟ اخص عليك اخص عليك ألف خصاية. رد مراد بمكر: لا يا لولو، أنا كده بقى مقدرش أتملك على نوجة، أنت خيبت ظني فيك. ردت وعد بغرور: الله، ولولو ماله؟ قصدي جده ماله يعني؟ هي الستات اللي هتموت نفسها عليه وبتيجي لحد عنده تترمى وتدلع عليه كمان. وتعصب شلش: بس بقى انت وهي. نجية انت طبعا مش زعلانة، انا ماليش ذنب في اللي حصل ده. طبعا بقى مرت موافقة ان انت تعلمها، بس كده خلاص يا شلش، كل اللي بيني وبينك خلاص انتهى. خلصت كلامها بغضب وقامت جريت بسرعة، وكلهم قاموا وراها وخرجوا برا النادي، بس هي كانت أسرع منهم وركبت تاكسي وروحت على البيت. شلش بصلهم بغضب شديد واتكلم بتهديد: عجبكم كده؟ انتوا السبب يا اللي منكم لله، خربتوا عليا قصة العشق بتاعتنا، بس أنا مش هسكت، وانتم لازم تتصرفوا وتخلوها بقى تسامحني، أنا مش هقدر أعيش من غير نوجة أبدا. رد مراد وهو بينتهز الفرصة: موافق، بس بشرط نحدد بعدها ميعاد الفرح في أسرع وقت.
هو انا موافق، يلا شوفوا هنعمل ايه عشان خاطر اصالح نوجة فؤادي. بص لهم مراد بغيظ، وبعديها قعدوا واتفقوا على كل حاجة. اما عند نجية فوصلت البيت ودخلت اوضتها وهي عمالة تعيط وبتتكلم بحزن. بقى كده يا شلش، بقى كده تعمل فيا كده؟ بس انا اللي غلطانة، انا سبت قلبي لواحد زيك. وقعدت تعيط بقهر لانها كانت مصدقاه. وبعد نص ساعة في الشارع تحت البلكونة، وتحديدا بلكونة أوضة نجية، كان في شجرة والبنات والشباب وشلش واقفين، ومراد ماسك بوكيه ورد وبيقوله: بص بقى، دي أوضة نوجة، هتاخد الورد وتطلع على الشجرة دي وتحاول بقى تصالحها بكلمتين، وهي هتتصالح بسرعة، أصلها بتحب الحركات دي أوي بصراحة. ردت وعد بضيق: نعم يا بابا، وافرض وقع من على الشجرة بقى، ما يطلع السلم وخلاص، هو لازم شجرة وشحططة يعني؟ افرض وقع اتكسرت رقبته يعني. رد أدهم: يا ستي هيقع ايه بس، ما هو كان بيتنطط في الملاهي والنادي، يعني جت على الشجرة؟ يلا يا لولو سمي الله كده واطلع يا حبيبي. قال شلاش بتصميم: انا اعمل اي حاجة عشان نوجة، جايلك يا حبيبتي، حتى لو اضطريت اتسلق سور الصين العظيم. خلص كلامه واخد الورد وطلع على الشجرة، وياسمين بتقول: خلي بالك يا جدو، خد بالك من نفسك يا حبيبي. جدو فوق الشجرة. والكل ضحك. أما عند نجية فكانت لسه قاعدة بتعيط، بس سمعت صوت صفير جاية من البلكونة. خرجت للبلكونة واتصدمت لما شافت شلش واقف على الشجرة وفي ايده بوكيه الورد، واتكلمت بضيق: انت بتعمل عندك ايه يا شلش؟ ازاي تطلع كده؟ افرض وقعت، لو سمحت اتفضل انزل. انا مش هنزل يا نوجة غير لما تسامحيني، حقك عليا والله، انا بقدم كل اعتذاراتي. خلص يا شلش لو سمحت، متضغطش عليا اكتر من كده، كفايه جرح بقى لحد كده في قلبي. بعد الشر عليكي من الجرح يا نوجة، اوعدك لو اي ست تانية كلمتني بعد كده هديها بلي في رجلي. بجد؟ طيب اذا كان كده ماشي يا بتاع الستات انت، امال وانت شاب كان بيحصل لك ايه بس؟ طب ما انا لسه شباب اهو يا نوجة، حتى شوفي. وكان بيرفع ايده عشان يديها البوكيه، ولكن فلتت ايده وفلتت رجله كمان ووقع. اما نوجة صرخت ونزلت بسرعة من على السلالم، اما الشباب فترعبوا عليه وهو كان ماسك رجليه وبيتوجع. قالت ياسمين برعب: جدو حبيبي ايه اللي بيوجعك؟ يلا يا مراد، يلا نشيله بسرعة نوديه المستشفى. قام مراد وشاله هو وادهم، واللي اتكلم بضيق: كل ده واقف على الشجرة؟ احنا قلنا لك دقيقة واحدة بس وانزل، هو انت مفكر نفسك ايه طرزان يعني؟ في الوقت دوت جت نجية واتكلمت بدموع: شلش انت كويس يا شلش؟ انا السبب، حقك عليا انا والله، يا ريتني كنت وقعت مكانك. لا لا لا، ما تقوليش كده يا نوجة، فداكي روحي يا اجمل وردة في بستان قلبي. قال مراد: يلا يا ابني نوديه المستشفى لحسن خلاص انا جبت اخري من الغزل بتاعه ده اللي من ايام رد قلبي. وفعلا راحوا كلهم للمستشفى ورجليه اتجبست. وفي اوضه المستشفى كان شلش على السرير والكل حواليه ورجله متجبسه. ومراد قال بضيق: انا بقى بقول كفايه لحد كده ونحدد ميعاد الفرح بقى. ردت نجية بضيق: وهو ده وقته يا مراد؟ بذمتك انت مش شايف رجليه اللي متجبسه دي؟ لا لا يا نوجة، هو عنده حق يا حبيبتي، انا لما شفت الموت بعناية اتمنيت ربنا يطول في عمري لحد ما اتجوزك يا نجية. ردت وعدت بطريقة: موت ايه بس يا جدو، ما تقفورش كده الله يكرمك، الشجرة اصلا ما جابتش 2 متر. واتكلم ادهم: استنى انت يا وعدة دلوقتي، خلاص يا جدي، ايه رايك نعمل الفرح الخميس اللي بعد اللي جاي؟ مع اني كان نفسي اكون سليم عشان نرقص صلصه انا ونوجة يوم الفرح، بس مش مهم، انا موافق، يلا احجزوا القاعه يا ولاد. والكل هيص، والنوجة كانت شكلها مبتسمه جدا وكانت حاسه بالاحراج، اخيرا هتتجوز شلش. وقعدوا يتفقوا على كل حاجه. وعدت الايام وكانوا بيجهزوا للفرح وخلصوا كله. وجي يوم الفرح في القاعه، كانت نوجة والبنات لابسين فساتين الفرح، وياسمين كانت جميله جدا بالنقاب، والشباب لابسين اشيك وافخم بدل، وشلش كان شكله فخم جدا مع ان رجله كانت لسه متجبسه. والمأذون كان قاعد وادهم بيقول بضيق: ماليش دعوه، انا عاوز اكتب الكتاب الاول، اشمعنى شلش ونوجة يعني؟ رد مراد بغيظ: يا ده انت متخلف، ما كلنا هنكتب، هي فرقت يعني؟ وبعدين هما الكبار. وافق ادهم وبالفعل كتب شلش ونوجة الاول، وبعديها ادهم، وبعديها مراد، واخيرا اتجوزوا كلهم الاجداد والاحفاد. والفرح كان جميل جدا، وشلش كان بيرقص هو وادهم، ومراد اللي سنده، والبنات ونوجة بيسقفوا وهم هيطيروا من الفرحه. وعدى الفرح، وبالليل في شقه مراد كان داخل وهو شايل ياسمين ونزلها بحنان في الاوضه، رفع النقاب عن وشها وهو بيقول بعشق: اخيرا القمر ده بقى ليا لوحدي وهقدر اشوفه زي ما انا عاوز كل يوم. انا مش مصدقه ابدا يا مراد ان احنا بقينا لبعض يا حبيبي، خايفه اصحى من الحلم الجميل ده.
لا ده مش حلم يا روحي، دي حقيقة. أنا وأنتي خلاص بقينا لبعض، ولا يمكن أسيب إيدك دي مهما حصل. ابتسمت ياسمين وحضنته بحب، وهو ضمها لقلبه جدا، وبدأوا حياة جديدة، وكان أولها ركعتين لله. أما في شقة أدهم فدخل ونزل وعدة في الأوضة، ومسك ظهره وهو بيقول بتعب: يعني ياما كان لازم يعني شيل يا وعد، أهو ظهري قفش أهو. ما يقفش يا أخويا، وأنا مالي؟ كنت عاوزني أدخل شقتي كده على رجليا؟ لا أنا لازم أتشال. رد أدهم بغمزة: ده أنا أشيلك في عيوني يا غزال، وغطيك برموشي كمان. بعد إيه بقى يا أخويا؟ أنت ضيعت فرحتي، الله يسامحك. ضيعتها فين بس يا ست انتي؟ تعالي ندور عليها، هو احنا ورانا ايه؟ استني، شفتها اهي، فرحتك في حضني. خلص كلامه وضمها لحضنه، وهي ابتسمت بسعادة وأخيرا حست بالأمان. أما في شقة شلش كان دخل هو ونجية وقال بحزن: حقك عليا يا نوجة، كان نفسي أدخل وأنا شايلك، بس النصيب بقى يا حبيبتي وروحي. مش مهم أبدا يا حبيبي، أهم حاجة صحتك، ربنا يتم شفاك على خير يا رب. بكرة تفك الجبس يا عم وتشني براحتك. قرب منها وباس راسها وهو ابتسم: تعالي يلا نصلي ركعتين نبدأ بيهم حياتنا، وندعي ربنا يرزقنا بالسعادة احنا وأحفادنا. ابتسمت نجية وفعلا بدأوا يصلوا، وهما بيدعوا ربنا من قلبهم، وعاش الكل في سعادة وهنا، وكله حاسس بالونس والاطمئنان، وأخيرا لقى شريك حياته. ولحد هنا وانتهت قصتنا، واستنوني في قصة جديدة. سلام.